مشاهدينا رجعنا لحضراتكم مرة أخرى وبنناقش الموضوع اللي اتكلمنا فيه في مقدمة الحلقة وفي الفترة أو في الفقرة السابقة، إن الاهتمام بالتعليم، الاهتمام بالبحث العلمي، الاهتمام بالمرحلة التعليمية ما قبل الجامعي من الأشياء الهامة جدا، وبتحتاج أطراف عديدة، بتحتاج مدرسة تكون حاضنة وجاذبة للطالب مش طاردة، بتحتاج قائمين على الأعمال كمان يكونوا جاذبين، يعيدوا مرة أخرى الهيبة والشكل الأبوي الرائع اللي كان بيجمع بين الطالب وبين المعلم أو المدرس أو المدرب أو المشرف أو أيا كان المسؤول في المؤسسة التعليمية. بكده نقدر ان احنا نحقق نجاحات، وده اللي حصل النهارده، وبيسعدنا وبيشرفنا ان احنا يكون معانا قائمين على تدريب والاهتمام بالطلاب، وطلاب ايضا مشاركين في مسابقه هيتكلم عليها ضيوفي اكتر باستفاضه اكتر، يعرفونا عليها اكتر، وحققوا المركز الثاني على مستوى الجمهوريه. بيسعدنا ان احنا يكون معانا استاذ خالد عبد الوهاب شبانه المدرب والمشرف، شرفتنا ويعني بنهنئك وبنهنئ نفسنا كلنا كمصريين باللي هتحكي لنا عليه ان شاء الله في الحلقه. ضيفتنا العزيزه استاذه فريده مجاهد، وكيل وزاره التربيه والتعليم بدمياط، شرفتينا يا فندم، برحب بيكي واهلا وسهلا. اصدقائنا اللي بيشرفونا وبينورونا في الاستوديو بيشرفونا يعني كمصريين وكشباب مصري رائع. كريم ابو زياده مقدم في مسابقه الروبوت، ونور هندة أشرف طلعت، وحققتوا كمان يعني نجاحات أو مراكز مهمة. برحب بيك يا نور هندة. وقبل ما أتكلم معاكم في البداية هنبدأ مع أستاذ خالد. ادينا فكرة عن المسابقة نشرحها للناس ونقول أولادنا الرائعين دول حققوا إيه. الحقيقة هي المسابقة بقى لها 10 سنين في مصر عن تصميم وبرمجة الروبوت. المسابقة لها 4 محاور. المسابقة بتكلف مبلغ كبير حوالي 7000 جنيه عشان يشترك الناس فيه، فما كانش التربية والتعليم مشتركة فيها. السنة دي قررت وزارة الاتصالات مركز تك انه يدخل مدارس حكومية. دخلنا السنة دي 27 مدرسة تجربة أولى. التجربة كانت للتجربة، احنا بس بنجرب. اما جت القطع بتاعة الريبوت جت قبل التدريب بشهرين. المدارس بقى لها 10 سنين بتشترك، بقى لها سنة بتتدرب. الإنجاز الحقيقي ان احنا في خلال الشهرين 4 محاور: تصميم، برمجة، ميشنز، كور فاليوز، تعامل الولاد مع بعضها كفريق. ال4 مهام الولاد ازاي جهزوا عليها. كان شيء جميل جدا ان من 27 مدرسة بتوع الحكومة، من ال 72 مدرسة ومركز اللي داخلين المسابقة، احنا بنحقق مركز تاني. مركز تاني تمام. استاذه فريده، يعني ده يعني شيء رائع. يعني هنا وزاره الاتصالات هي اللي سمحت باشتراك المدارس الحكوميه، ومن هنا هي اللي ادت الفرصه طبعا، لان هي كان قبل كده مدارس مثلا انترناشونال او مدارس خاصه او كذا هي اللي مقصوره عليها. على فكره هي ما بتحددش مدارس بعينها تشارك، هو اللي يهمها ان الطالب المصري يشارك. المدارس الحكوميه اللي بينتمي ليها معظم بالظبط. فبيبقى دوت اللي بروتوكول ما بين وزاره الاتصالات ووزاره التربيه والتعليم، وبعدين بتطرح المسابقه، وبعدين بيتم ترشيح المدرسه اللي هنلاقي فيها استعداد لان الطلاب عندهم استعداد ان هم يشاركوا. والحقيقه المره دي لما حدثت اللي احنا خلاص بدانا ندخل هذه المباراه، وكان التركيز على احد المدارس اللي منها اولادنا اللي شرفونا ورفعوا راسنا في مسابقه الريبورت. بدا الاستاذ خالد بقى يدخل في مرحله تدريب مستمر معاهم، والحمد لله حقق نتائج حلوه. دي اول مره يشاركوا فيها، فكانت الفكره كانت رائعه والمشاركه كانت عاليه جدا. ودي على فكره احد الوسائل الجاذبه للولاد للمدارس. طبعا يعني احنا بنقول ولادنا حلوين، فكرهم حلو. عندنا برضو مدرسين حلوين، مدربين حلوين، فكرهم حلو، بس محتاجين نشجعهم. والتشجيع فعلا بيولد الافكار الرائعه اللي حضرتك تشوفيها. لو تعرفي فكره الروبوت هتستمتعي جدا بافكار ولادنا. وانا هسمعه اكيد. يمكن احنا محتاجين زي ما حضرتك قلتي ناس يبقى عندها قدره على اتخاذ قرارات بالظبط، وتنفذ القرارات. يعني يمكن مش في سياق موضوعنا، بس حضرتك من الناس دي الحمد لله اللي عملتي ده. يمكن كان عندك مشكله العوده ليلا للعاملين في الوزاره التعليميه، حضرتك لغيتي ده
ووفرتي ويمكن واجهتي صعوبات عشان تعملي الخطوه دي. اي مسؤول لابد طالما هو يعني ماشي خط مستقيم بما لا يخالف القانون، بما لا يخالف اللوائح، بينفذ تعليماته زائد روح الابداع اللي موجود عنده، وان هو يعلي المصلحه العامه طبعا على المصلحه الشخصيه. وإنما تم توفيره من اموال حضرتك قدرت بحوالي هو طبعا انا مسكت محافظه دمياط من 5 شهور فقط. الاموال دي تصرف بقى على حاجات لا هو لتنميه ابنائنا كده هو للاسف يا ريت احنا يسمح لنا ان انا ممكن لما اوفر البند اخد البند ده واصرف فيه على البند الثاني. الحته دي لو توفرت لنا في اللوائح الماليه تبع وزاره الماليه هتبقى فعلا حته او جزء مهم جدا. انا عايزه اوفر، مش عايزه اوفر عشان ارجع الفلوس، لا بالعكس انمي بيها حاجات ثانيه. انا عايزه اوفر عشان انمي جانب اخر. فاذا اتيحت لي الفرصه ان انا اختزل بعض المبالغ اللي بتصرف، وبالذات لما حضرتك يعني انا لما مسكت المديريه قعدت فتره ادرس واقع المديريه واشوف ايه الاعمال اللي بتتم، ففعلا لاحظت ان هناك عماله بتشتغل في فترات غير مواعيد العمل، بتفتح المديريه ل 11 12 بالليل. بصيت لقيت ناس بتاخد جهود غير عاديه، بدانا نربط الجهود والاعمال بالانجاز. حضرتك قدم لي بيطبق هذا المبدا على فكره على كل يعني انت جاي ليه انت جاي عشان تقول سلام عليكم وتمضي وتمشي وبعدين تاخد مقابل. فكان القرار الجريء فعلا ان احنا حددنا ساعات العمل، ان حددنا قيمه المصروفات اللي بتروح بدون وجه حق، وبعدين بدانا نقنن العمليه. اللي عنده اعمال زياده تفوق المعدلات الطبيعيه اللي هو الاعمال مثقله عليه واعمال زياده ده ممكن انا اسمح له. وده بموجب ان بدانا نقنن الموضوع ويبدا يقدم لي ملفه ويقول انا عندي اعمال زياده محتاجه اشتغل كذا ساعه اخر النهار ولا في ايام العطلات، وبناء عليه فعلا قننا هذا الامر. لكن النقطه اللي انا عايزه اتكلم فيها فعلا انا محتاجه ان انا لما اكون انا عندي القدره على اني اوفر بند يسمح لي ان انا اخد هذا البند وانا محتاجه ادعم بيه مشاريع اخرى. هو ده الجزء اللي انا اللي بوفره. يعني فعلا انا كده ممكن انفق على يعني الاولاد النابهين اللي بيحققوا اتيح لهم اشياء اكثر. انا عايزه اسمع كريم. اتكلمنا عن المشروع بتاعك، قدمته ازاي، الفكره جات لك ازاي، اتعاونت مع مين قدم لك مساعده؟ هي المساعده بتاعتنا كانت بتتكون من 4 محاور: كور فاليوز، بروجرامينج، جيم، والميشنز. تمام. فكان ما كناش احنا طبعا بنعمل ده كله لوحدنا، كان معانا مستر خالد شبانه كان بيساعدنا كتير، وكان معانا فريق التيم كامل، وكان معانا مدرب مستر محمد، كان يعني كان معانا نورهاندا ليدر. كنا احنا الاول في سنه كام؟ تانية اعدادي. ونورهاندا؟ تانية اعدادي. كنا احنا اللي بنبرمج الروبوت، احنا اللي بنقدم فيه كل حاجه. كان كل حاجه يعني اي مشاكل او اي صعوبات بتواجهنا كنا احنا اللي بنحلها، ما كانش في حد بيساعدنا في حلها لدرجه يعني ان هو اللي بيحلها، احنا اللي بنحل بس. لازم انت اللي تلاقي الحل. تمام. كنا دايما مثلا لو في اي حاجه مش في حد فينا مثلا مش عارفها او كده، دايما كلنا بنساعد بعض. تمام. كنا دي روح الفريق بقى اللي احنا بنتكلم فيها واللي بيتكلم عليها كبار علمائنا. لما نشوف دكتور زويل، دكتور مجدي يعقوب، الناس دي كلها مبدأ او كلمة روح الفريق شيء اساسي في نجاحهم. تمام. هو كان طبعا جزء من الجيم نفسه كان كور فاليو كان هو ينفع توري لنا يعني تمسكوا كده ده البروجكت بتاعك؟ ده الروبوت ده احنا كان بيجي لنا قطع صغيره جدا، احنا اللي كنا بنجمعها ونعمل الشكل ده. كله من تفكيرنا، ما كانش ورينا بقى. ده كان كله من تفكيرنا، ما كانش حد تاني بيوجهنا او بيقول لنا او عندنا شكل او طريقه نمشي عليها. كان كله من دماغنا ومن تفكيرنا بس. تمام. كن طبعا هنا بنحط له ميشنز بنعملها، بيستخدم حاجات، في حاجات كتير كنا بنستخدمها. هو القطع بتيجي حاجات اساسيه وقطع صغيره بنبدا يستعمل بها الباقي. يعني في موتور، في 2 موتور او 3 موتور وسنسور. يعني هو بيديله زي معطيات اعمل لي منها وينفذ بقى في ميشنز مطلوبه، فانت بقى نفذها. يعمل الديزاين اللي انت عايزه. هم الولاد بيبداوا يشوف كل ميشن عايز ينفذها، عايز لها ايه؟ عايز دراع،
عايز حاجه بتتحرك يمين، حاجه بتتحرك شمال، حاجه كده. فهم بداوا كل مشكله بيفكروا فيها بيحطوا لها بقى الحلول اللي هم عايزينها. يعني هو التصميم ده الدراع ده عشان ينفذ مجموعه من الميشنز هم في الجيم. زي ايه بقى يعني؟ برضه نورهان اشتركي معانا في الكلام، قولي لنا زي ايه الدراع بيعمل ايه مثلا. والكاميرا هنا قدامك اهو يعني كتصميم ارم. يا حبيبتي مثلا احنا عملنا الارم ده علشان نحط فيه هنا الكوره، عشان في حاجه اسمها جول بندخل منه الكوره من ورا. عملنا دول الاثنين دول حاجزين عشان الكوره ما تقعش لا يمين ولا شمال. في غير الارم ده ارم مثلا بينزل كده، يعني بينزل لتحت علشان يفتح الدور، بعد كده يمشي، بعد كده يطلع يدي شكل لدوائر معينه. وفي كمان ارم مخصص كده زي نص ريكتانجل بينزل على الارض علشان ياخد اللوب علشان يوديه للبيز على طول. بس هنا دي الحاجات اللي جات يعني انا شايفه تقفيلها وشكلها، يعني طبعا انا مش يعني انتم متخصصين اكثر طبعا مني، لكن انا شايفه تقفيلها بشكل جيد جدا، يعني بتقنيه عاليه واضحه وباينه، يعني ده شيء حقيقه رائع. وبعدين هم كمان بيستخدموا البرنامج اللي هيشتغل بيه الروبوت. دي حته السوفت وير بقى. نورهان هنا انتوا لما انت الليدر بتاع الفريق، وبعدين ايه يعني عاجبني جدا بقى يعني انتوا، انا افتكرت مثلا انت في مرحله اكبر او كذا، لكن في الفريق اكبر منها ثالثه اعدادي كمان. انا عاجبني بقى ان كريم قال ان نورهان هي الليدر، فانا شايفه بجد مدرسه واحده مستقبل رائع. يعني انا شايفه في حاجات حلوه كتير قدامي، مش فقط ان انتوا حصلتوا على المركز الثاني او كذا، شباب عندكم روح الفريق، في تقدير من الرجل اللي هو كريم، اللي دور يعني زميلته ان هي تبقى ليدر متقابل. ده شيء رائع. انت كان تعاملك ازاي؟ بتتعاملي ازاي؟ بتعامل معاهم اكيد كليدر، بس في بعض الاحيان ومش بتعامل معاهم كليدر كعضو في الفريق عادي جدا. عشان احنا نتعاون مع بعض، اي مشكله عادي نحلها مع بعض، مش حكايه ان انا ليدر ان انا امرهم في كل حاجه. هي ليدر عمليه تنظيم. شوف ايه اكتر حد مثلا دماغه تستوعب الحاجه دي. يعني كريم هو بالظبط احنا كنا نستخدم معاه البرمجه والكمبيوتر والحاجات دي. في غيره تخصصات. ايوه فالتخصصات دي بننظم عليها العمليه بتاعتنا عشان ما نتوهش اكتر وناخد وقت كتير. انا بس كانت عمليه تنظيم، لكن كفريق نتعاون عادي. انا كاني عادي ممبر معاهم. هنا مين اللي بيحدد ان يبقى مين الليدر ومين التخصصات؟ انتخابات عملناها انتخابات وفوت، وهما الفريق اختاروا نورهان. حضرتك كمشرف ومدرب كمان لازم تبقى قريب قوي منهم، عرفت كمان خصالهم يمكن الشخصيه اكتر من العلميه كمان. ده جزء مهم جدا، انه الفريق لازم يكون فيه التكامل. زي ما قال كريم في جزء مهم قوي، زي ما قال حضرتك ان هو كان عندنا وقت ضيق 4 مهام. فكان الجميل ان مثلا كان معانا طبعا الاستاذ محمد نصر من مركز تطوير، كان الجزء بتاع البرمجه هو اخد 2 مهمتين وانا اخد مهمتين. وكان معانا استاذه نانسي مشرفه كمان. فاحنا كمان كمشرفين عندنا روح الفريق ده، ان احنا منظمين مع بعض. انت هتاخد الجزء ده لازم علشان هنتكلم فيه، ما عندناش وقت، عندنا وقت ضيق جدا، المدرس بتشتغل بقى سنه واحنا قدامنا وقت صغير قوي، فلازم كل واحد ياخد جزء. كمان الاولاد الحقيقه كانوا متعاونين جدا، واولياء الامور لازم نشكرهم انه الاولاد كانت بتيجي يوم السبت يوم الاجازه. فكنا من 8 الصبح ل 2 الظهر، والمدرسه طبعا اداره المدرسه فاتحه المدرسه مستقبلانا وسايبانا نشتغل يوم السبت، على اساس انه يبقى في فرصه للاولاد تتدرب، لان الوقت كان ضيق قوي. فالفكره دي فكره يعني انت عارف حضرتك ان روح الفريق موجوده في كل المراحل، اداره الفريق، الطلبه نفسهم، وده كان من وجهه نظرنا سر نجاح الموضوع. دي الجائزه المركز الثاني على مستوى الجمهوريه في برمجه الروبوت. استاذه فريده كمان يعني لان احنا عايزين كمان نلتقي بباقي عندنا بقيه الفريق اللي خدوا مراكز اولى على مستوى الجمهوريه، وعندنا مركز كمان رايح مسافره امريكا ان شاء الله. خدت اول على مستوى الجمهوريه ومسافره امريكا. وعندي يعني في نفس المسابقه دي؟ لا، مسابقه اخرى.
حاصلين على المركز الاول بقى كده الثلاثه بروجكت حصلوا على المركز الاول في كل واحده في برانش مختلف عن الاخر. وفي احد المشاريع مسافره امريكا خدت مركز اول ومترشحه على مستوى العالم. ده رائع. انت عايز تطلع ايه؟ مهندس معماري. واضحه. هو سؤال يعني انا بساله بس اكيد حاجه في الهندسه. تخيلت انت بقى في الكمبيوتر في البرمجيات في كذا. نورهندا مهندس الديكور. مهندس الديكور. ان شاء الله هتكونوا وان شاء الله انتوا اللي هتدخلوا مصر جميله قوي بيكم ان شاء الله. انا بشكركم وهنلتقي بباقي الفريق الجميل بعد شكر كريم ونورهندا. هنلتقي بباقي الشباب. مشاهدينا بنستكمل مع حضراتكم وانضم لينا مجموعه من الشباب. معانا رنيم احمد ليل حصل على المركز الاول في علم الحيوان. مظبوط. تمام. مرحبا بيكي. ايضا بيسعدنا يكون معانا ياسمين يحيى مصطفى مركز اول اداره البيئه. وياسمين هتمثل مصر في المسابقه الدوليه الايسف وهتكلمينا كمان وتقولي لنا يعني الخطوات ايه. بيسعدنا ايضا يكون معانا اشرف امير هلال برمجيات المكفوفين وحصل على شهاده هندسه الصوت من جامعه سوهاج وايضا شهاده تصميم مواقع من جامعه سوهاج. برحب بيكي يا اشرف. فرحانين بيكم جدا ومنورنا ويعني احنا بنكمل معاكم ما بدأناه مع زملائكم. وهبدأ معاكي رنيم. كلميني عن مسابقتك وايه مركز اول في علم الحيوان. فهميني اكتر. هي المسابقه دي بتتعمل اللي هي انتر ايسف. هي المسابقه دي بتتعمل على مستوى الجمهوريه في 17 مجال. انا كنت اخترت مجال علم الحيوان لان حسيت ان ده اكتر مجال ممكن ادي فيه. فانا كنت حسيت بمشكله ان هي في لان المجتمع بتاعنا بيربي ارانب كتير فكنا بنواجه مشاكل سواء اذا كنا بنعرفه على المحاصيل الاقتصاديه ودي مهمه للانسان او على البرسيم ودي ممكن تسبب له كوكسيديا في حاله زيادته او بتكون على العرائق المصنعه ودي بتكون غاليه. فالبحث كله بيهدف ان احنا نحاول ان احنا نجيب علف تاني بديل بيكون بكفاءه احسن لكن وبتكلفه اقل. اوكي. فشفت نبات برضه بينمو بكمية كبيرة. هو نبات بري طبيعي بينمو على متطفل على محاصيل الرز والبرسيم. اسمه الصيفون. هو بس اسمه العلمي الليبتوكراف فاسكا. فجربنا سنة كام الأول؟ أولى ثانوي. فلما جربنا النبات هي كانت في كلية علوم جامعة دمياط تحت إشراف دكتور أدبي البكري قسم حيوان ودكتور طه القاطوني قسم نبات. وهو كنت في البداية رحت للعميد وهو اللي وجهني ليهم دكتور أحمد الغباشي. عن طريق المدرسة. هو تبع الإدارة تبع مديرية التربية والتعليم. هي يعني احنا كنا في البداية بنطلب وكالة الوزارة وهي اللي سهلت لنا المقابلة مع العميد وكده. فاحنا يعني فبعد كده الإجراءات اللي احنا كنا أخدناها في البحث ان احنا المفروض الأول أجمع باك جراوند عالية ان انا أقدر ان انا أقف مع دكتورة أتناقش معاه. وبعد كده حاولنا ان احنا ندخل على مرحلة سيفير اكسبيرمنت على الأرانب. كنا مقسمينها تجارب بقى. كانت المرحلة ان احنا نحاول ان احنا نكيفها على العرف. المرحلة الثانية ان احنا خلاص بناخد بيها الوزنات وكده ونقدر ان احنا نوثقه. وصلتي بقى للنهاية علشان الحق بس اخد بقية زملائك. وصلتي في النهاية ان انت النبات ده نفع ان هو يبقى غذاء للأرانب. تمام. وعلى ده انت خدتي جايزتك او كده؟ كنا رحنا اللي هي المسابقات اتصعدت من التمهيدي للمحلي ومن المحلي للجمهوري. كان في اسكندريه. كان في التحكيم وكده. الحمد لله كان مركز اول. انتوا بجد تشرفوا. مدارس حكوميه تشرفوا وتفرحوا. يعني بنقعد نتكلم في مشاكل المدارس والتعليم وكذا لكن لما بنلاقي حاجات منوره كده دي بتدينا امل ان شاء الله. ياسمين
كلميني عن مشروعك، عن فكرتك. ياسمين يحيى. انا مشروعي انا مجال اداره بيئيه، بس انا ما بداتش بالمجال وبعدين اشتغلت عليه. انا يعني حددت المشاكل واشتغلت عليها، وبعدين اكتشفت ان انا فعلا الحل اللي طلع مني اداره بيئيه. انا مشروعي عباره عن جهاز بينقي اي نوع ميه ملوثه لمياه الشرب، بيطلع بايو ديزل، جليسرول، طاقه كهرومائيه، طاقه هيدروجينيه، وماده للخرسانه اسمها بوزولانيك ماتيريال. وفي نفس الوقت بتخلص من السحابه السوداء ناتجه من حرق قش الرز، وبطلع فيتامين بي. الجهاز ده كله اتكلف 63 جنيه. كل اللي انا بستخدمه مواد من البيئه، عشان كده انا استخدمته اداره بيئيه. بستخدم قش الرز، بستخدم رمل، بستخدم زلط، بستخدم ماده اسمها زيولايت، وبذور نبات المورينجا. ادعيت. بس الحقيقه الواحد بيبقى خايف ليه؟ علشان انا التقيت كتير بشباب كده، بس انهم بقى يكملوا، انهم يلاقوا الرعايه والعنايه والدعم طول الوقت، انهم يكملوا. ده مهم جدا. لكن احنا بنشوف مشكلتنا يا استاذ خالد ان احنا بنقول احنا عندنا في جامعاتنا في الادراج ابحاث كتير قوي حلوه وافكار يعني تقوم الدنيا وما تقعدهاش، بس ما بتستخدمش. فلما الاقي شباب كده دلوقتي بالافكار دي والسن صغيره دي، ابقى عايزه قوي، متمسكه قوي ان افكارهم تكمل وانهم يكملوا، لان لو مشوا بالطريقه وده مش هيحصل لوحده. هو الحقيقه احنا عندنا محورين. هو اشرف طبعا انا هجيلك بس بعد هي مركز تطوير التكنولوجي على مستوى الوزاره، على مستوى دمياط، احنا بندير الموضوع من خلاله. برضه في فريق عمل الاستاذ محمد جاد ومحمد مدحت، بقالنا فتره بنشتغل، بقالنا 5 سنين. عندنا محورين. المحور الاول ان احنا عندنا هدف بنعتبره هدفنا احنا في دمياط بشكل خاص، نشر فكره ان الاسلوب العلمي في التفكير. طبعا ان البني ادم بيفكر في اي مشكله بيقابلها ويفكر باسلوب علمي، يبقى يتكلم على اساس علمي، ما نقعدش نفتي في كل حاجه. وبالتالي قبل ما يتكلم في اي حاجه لازم يدرسها ويدرسها كويس ويفهم اسباب ويحلل ويبدا يقول انه بيتكلم كلام كويس. دي فكره ان احنا ننشرها كثقافه بغض النظر هنوصل لفين، يعني هنوصل لايه. صح، لان ده اساس. لو انا هبقى ده اساسي، صحيح، يبقى انا هنطلق صح، هفكر صح، هنتقل من خطوه لخطوه بطريقه صح. كده بين المجتمع كله مش يهمنيش النوابغ منه، يعني انا كده بتحرك على 10% او 1% اللي هي منحنى الجرس، اللي هو الناس المتميزه قوي. مش ده الهدف الاول. الهدف الاكبر الماجوريتي، الناس العوام، ان انا ابدا اخلي كل الناس تبدا تفكر باسلوب ان انا مش هتكلم في اي حاجه لما افكر فيها الاول، وهدرسها كويس وبعدين اتكلم فيها. ده هدف اول. الهدف الثاني ان احنا في الايسر كمان تحديدا بيبقى حريصين ان احنا ما نخش في تفاصيل اللي يخص الجزء العلمي، عشان ده بتاع الولد، بتاع الطالب، ما يحسش ان انا باخده منه. انا ما بتكلمش فيه، انا بقول لك، انا بس بقول لك اسلوب التفكير العلمي ايه، ازاي البحث بتاعك يبقى شغال، ازاي ادخلك مسابقه على مستوى العالم. المسابقه حتى نفسها بتتعمل على مستوى العالم كل سنه في امريكا في ولايه من الولايات، بتتيح ان انا اجيب رجال اعمال يتفرجوا على الاولاد في عروض. احنا مش انفولفد، ما احناش طرف في الموضوع. انت كباحث عايز تبيعها، انت اوكي، عايز تحطها لحد، ده جميل. الولاد عندهم فرصه انهم يعرضوها على حد يتبناها، ده جميل جدا. لكن مش عايزين نوقف نفسنا نقول اصل ما حدش يتبناهم طب نوقفه. مش هنفكر كده، احنا هنفكر ان الولاد كلها تشتغل تفوز. الفوز في حد ذاته مسابقه، المسابقه فيها جايزه، الجائزه في حد ذاتها انا اثبتت ان انا كويس. طب المستقبلي انا عندي اخش كليه، عندي افكار وعندي واقدر كمان اشتغل وانا في الكليه. البحث الصغير بتاع طالب ثانوي هيبقى كبير قوي وهو في الكليه. طبعا الطلبه دول يمكن هو تعرضوا للمسائل دي وفي غيرهم، لان احنا بقالنا 5 سنين بنشتغل. لما دخل الكليه الدكاتره المشرفين، في دكتور قال لطالب انا لو نص الباحثين اللي عندي بتوع ماجستير زيك كان زماني وصلت السحاب. هنوصل ان شاء الله يعني بيكم. واشرف برضو كلمنا عن مشروعك او عن فكرتك. في البدايه بس ارحب بيكم كلكم. الفكره اللي انا عاوز اتكلم فيها، عندنا في التربيه الخاصه او مدارس المكفوفين بشكل خاص طريقه التعليم بتختلف جدا عن طريقه التعليم العاديه اللي بتتعلم او اللي بتعلم اقصد في المدارس العاديه. الطريقه اللي احنا بنتعلم بيها اسمها طريقه برايل. الطريقه دي بيبقى فيه مثلا بتجيب آلة مثلا، هي بتبقى 3 وسائل، بس انا مثلا هناخد الآلة وبيعلمونا بقى في المدرسه ازاي نكتب عليها، والقراءه
قرايه اللي احنا بنكتبه بتبقى عن طريق الاصابع بتاعه الايد. حلو كده. ايوه. الطريقه دي انا شايفها بصراحه ان هي كانت ليها وقتها، ويعني المفروض يبقى في مواكبه للتكنولوجي او للاساسن تكنولوجي الجديده، المفروض ان احنا نواكبها. الحل ايه بقى او الحاجه الجديده اللي انا فكرت فيها هي الحقيقه تم تطبيق الفكره في بعض المدارس لكن مش كلها، وفي نفس الوقت مش بشكل كامل. فكرتك؟ لا هي مش فكرتي، هي فكره احنا بنتكلم ان هي تعمم على كل المدارس. حلو كده. الفكره هي ايه؟ اللابتوبس او الكمبيوترز يعني المحموله بقت متوفره دلوقتي في كل مكان، وبقت موجوده مع اي حد، ورخيصه جدا ان هي تتجاب. حلو كده. طيب اولا الاله اللي هي بتساعدنا او بتساعد الكتابه البرايل على ان هي تكتب، الاله دي ب 14000 الاله الواحده، بحيث ان انا ممكن اجيب لابتوب ب 2000 جنيه واحط عليه برنامج ناطق خاص بالمكفوفين واكتب على اللاب، والبرنامج الناطق يقرا لي اللي انا بكتبه. تكتب اوكي. البورد بتاع اللاب عادي، الوورد بتاع اللاب عادي وهينطق اللي انا بكتبه، وبعد كده لما احب ان انا اقدر اقرا برضه بالاستعانه بالبرامج الناطقه دي. فايه المشكله لو الفكره دي اتطبقت من في كل المدارس؟ هي تم تطبيقها في مدرسه طه حسين في القاهره، بس مش بشكل كامل يعني، بس تم تطبيق ان انت مثلا تكتب على اللابتوب اثناء الحصه، لكن الامتحان لازم تكتب على برايل. طب ايه الفكره بقى؟ يعني برايل يا جماعه كان له وقته خلاص، زي مثلا وسائل المواصلات ما هي بتتطور، زي الموبايل. انت عايز تعلم بقى دي، المفروض ان دي تبقى موجوده. برايل الحقيقه مشاكله كتير في قصه التصحيح. وغير بقى يعني معلش، غير بقى النظرات اللي بتبقى موجوده مثلا، او مثلا بيجي زياره مثلا للمدرسه، لما طالب مثلا زيك زيه او في سنك في نفس الوقت بيلاقيك ان انت بتستخدمي حاجه غير اللي هو يستخدمها، يعني بتبقى فيها نوع من ايه، من الاحباط شويه. لكن لما يلاقي مثلا ان حضرتك بتستخدمي حاجه احدث اصلا من اللي هو يستخدمها، هتبقى يعني انا شايف انها هتبقى افضل وهتسهل. يعني هي مش مجرد ان هي احدث، ولكن هي هتسهل للاسهل يعني. للاسهل ويعني ارقى فكريا وارقى علميا وكل حاجه. وطبعا هنا انت حاصل على شهادات في هندسه الصوت من جامعه سوهاج، وشهاده في تصميم مواقع بلغه HTML من جامعه سوهاج. ده احكي لنا كمان ده عملته ازاي يعني؟ الحقيقه احنا عاملين قناه للمكفوفين. اوكي. القناه موجوده زي الاذاعه كده، بس احنا هي قناه اهتمت بتطوير مهارات المكفوفين وتفعيل خدمه التعليم عن بعد للمكفوفين. يعني الكفيف هيبقى في بيته، ما هو الا عليه انه بس يبقى عنده جهاز كمبيوتر ويبقى عنده انترنت، ويدخل يضيف القناه، يحمل السوفت وير الخاص بالقناه اللي هو اسمه برنامج زيلو، والقناه يضيفها اسمها كفيف دمه خفيف. حلو كده. وهيسمعنا. هي جميله. التعليق كانت تعليقات كتير على الاسم. المهم القناه بتقدم كل حاجه. انا خدت الكورس او الدوره من عن طريق القناه، والشهاده وصلت لي سكانر عن طريق القناه يعني. ما رحتش سوهاج، لا. اوكي. كانت من عن طريق القناه. وطبعا مش المكفوفين بس بقى، يعني اي حد مثلا يعني حابب ان هو يشارك معانا في القناه، هي مفتوحه للكل، بس هي موجهه فكرا للمكفوفين في الحاجات. يعني هي بتقدم كل حاجه، بس في حاجات كتير مخصصه للمكفوفين. هنا بتختلف ثقافات. لا مش قصدي، تختلف الخدمه المقدمه لمثلا المكفوفين عن الخدمه المقدمه لغير المكفوفين، ولا هي بتبقى؟ انا بس سؤالي الاستاذ خالد. لا، هو الحقيقه التوجه في العالم كله دلوقتي ان ما فيش حد بيتعامل مع اي صفات خاصه، فئات خاصه انهم خاصه. يعني النهارده اصحاب ذوي الاي احتياجات، اي حد المفروض انه بيندمج، حتى الطفل المنوي ده المفروض انه كله بيندمج. التوحد، الحالات دي كلها النهارده مش المفروض ان بتعمل لها مدارس خاصه ولا تعامل خاص، المفروض انه بيندمج تماما. الايسر في المسابقه بتاعتنا كان فيها قبل كده في رجب كان كفيف وبيشتغل في برمجه في صيانه الموبايل وما عندهمش اي حواجز، ومش المفروض ان احنا نتعامل معاهم على انهم احد اخر. هم جزء مننا، اخواتنا واولادنا واصحابنا وزمايلنا، وبالتالي بنتعامل معاهم بشكل عادي جدا زيهم زي اي حد. هو اثناء زيارتي لاشرف في المدرسه وقعدت عملت معاه الحوار،
انا صراحه يعني انا سعدت جدا ان انا الاقيه بظروفه بيتقن التكنولوجيا. هو نفسه عبر وقال لي انا مش حاسس ان انا عندي قصور في اي مجال، انا زي اي طالب عادي، لكن انا زعلان ان زميلي لسه مازال بيستخدم برايل، مع ان انا الكمبيوتر بتاعي البرنامج اللي موجود عليه الاثنين دول في يعني التكلفه الماليه اقل من المكنه اللي الطالب بيقعد حضرتك من 2000 جنيه ل 14000. يعني شوف حضرتك الكم. وبعدين هو زي ما هو علم نفسه، احنا مستعدين نعلم ولادنا ونعمل طفره ونغير مدارس التربيه الخاصه، بالذات مدارس النور للمكفوفين، بدل ما تبقى مدارس منفصله يدمج الاولاد في المدارس طبعا الحكوميه، لانه هيستخدم الكمبيوتر ويشتغل عليه زيه زي الطالب، بيقرا بيسمع. بالعكس قال لي حاجه جميله قوي اشرف، انا لقيته بينطق لغه انجليزيه حلوه قوي. انا لاحظت لقيته بينطق حلو قوي، فقال لي ما هو انا من خبرتي البرنامج اصلا امريكان انجلش، فانا علم الصوتيات اكتسبته من مصدره، فعشان كده انا بنطق صح. فهو انا بضم صوتي لصوت اشرف، يا ريت نستبدل هذه الاجهزه بكمبيوترات انا على ما هياش غاليه وبسيطه، وندمج ولادنا دول في المدارس الحكوميه العاديه. وصدقوني الولاد دول ليهم قدرات. مش احنا كنا متفقين في الاول ان ده محتاج قرارات ومحتاج خطوات؟ ماشي، احنا بنناقش. هل ده في اطار يعني تحركات حضرتك او سلطاتك او كذا؟ لا احنا محتاجين حتى ولو بمدارس يعني. على فكره انا لو عندي الامكانيات ان انا اجيب الاجهزه انا هجيبها، ولو عندي راعي عمليه الدمج. عمليه الدمج لازم قرار سيادي، هي بس يقول لي ادمجي. على فكره لو حضرتك شفتي مدرسه عندنا اطفال بدانا ناخد رياض الاطفال لاول سنه في المكفوفين، خدنا رياض اطفال بس من الاول خلاص حضرتك واخداهم خدناهم السنه دي، مش في مدارس لا هم كلهم بيبداوا من اول اولى ابتدائي. احنا السنه دي بدانا من رياض الاطفال، عندنا 5 اطفال بادئين بيهم السنه دي. مش عايزه اقول لحضرتك الابداعات اللي موجوده عند الولاد دول، حجم التفاؤل اللي موجود مع الولاد كلهم. انا بمر على الفصول كلها بستمتع جدا وانا قاعده اتناقش معاهم واشوف افكارهم وحلمهم، وقد ايه هم جواهم امل، وقد ايه هم جواهم قدرات ومهارات محتاجين حد ياخد بايدهم. فانا كان يعني انتهزت فرصه ان انا الاقي اشرف يمتلك هذه المهارات، وحطيت ايدي في ايده وقلت له لازم نعلن ان احنا عندنا امل ان احنا نخلي مدارسنا كلها المكفوفين بالتكنولوجيا. وبعدين بعد كده بقى المرحله الثانيه يبقى عندنا قرار يقول ادمج الطالب اللي كنت عاوز اقوله الظروف في المدرسه العاديه. عايز الدمج يا اشرف؟ لا هي مش فكره عاوز الدمج، هي الفكره ان لازم البرايل مثلا يتنسف خالص من المدارس ويستبدل بالتكنولوجيا الحديثه واحده وبعدها نبقى نفكر في الدمج، لكن ما نفكرش في الدمج واحنا لسه الاول كله يتقن. ايوه كله يتقن استخدام البي سي او الكمبيوتر يعني. تمام. والقناه يعني كفيله علشان بعد كده لما يتم دمجهم يبقى مش طبيعي، لازم نتعلم الاول. القناه اللي احنا مقدمينها يعني او يعني احنا كمجموعه شباب مستعدين ان احنا نروح لاي مدرسه، يعني نتعاون مع اي مدرسه في اي محافظه ونروح نفهمهم الفكره كلها ممكن تمشي ازاي بنفسنا. احنا ما عندناش اي مشكله طبعا ان احنا يعني نروح نفسنا المحافظات. يعني لو هم مثلا يعني حد مثلا من مدراء المدرسه او من المسؤولين او كده مثلا ما عندوش حد يعلم الاولاد مثلا ازاي ان هم يتعاملوا مع الكمبيوتر او ازاي ان هم يستخدموا برامج النطق، احنا يعني قادرين ان احنا نعمل ده وهندربهم وعلى فكره انت بتحكي انا يعني جه في بالي ان انتوا اللي هتعملوا ده مش احنا يعني مش هيبقى حد تاني. احنا طبعا لينا سايت على الفيسبوك برضه اسمها كفيف دمه خفيف. يعني اي حد عاوز يتناقش معايا، بس علشان انا عارف طبعا الموضوع ده ممكن يلاقى يعني بالرفض شويه من مدراء المدارس قبل المسؤولين. فاي حد مثلا عاوز ان هو يتناقش معايا مثلا البرايل مثلا مفيد في كذا، بيعمل كذا، ازاي انا ما عنديش انا ما عنديش اي مشكله ان احنا نتناقش مع بعض. تمام وان شاء الله باذن الله. المهم يعني الصالح انا كمان عايزين بقى نسمع البنات شويه عشان عايزين في حد رايح مسابقه الايزف او ياسمين؟ كلمينا بقى يعني ايه طموحك كمان، عايزه تعملي ايه اكتر؟ هو والله يعني انا طموحي بالنسبه للمشروع بتاعي ان هو يتطبق، وانا بسعى لكده يعني، وعرضته على اكتر من جهه في الوزارات وعلى جهات خاصه يعني وكده ان المشروع يتطبق، وان شاء الله باذن الله يعني هيتطبق باذن الله. بالنسبه للمسابقه هو ايا كان انا فزت او ما فزتش، مش هقول خسرت، انا مش هخسر يعني هي لوحدها تجربه يعني لغايه دلوقتي احسن تجربه في حياتي ان انا دخلت المسابقه دي. استفدت منها كتير.
ان شاء الله ان شاء الله يعني باذن الله انا هعمل كل اللي اقدر عليه، كل اللي اقدر عليه، ويعني حتى الفريق المصري كله ما شاء الله يعني في مشاريع كويسه جدا، وباذن الله انا على فكره التقيت بشباب قبل كده يعني بورسعيد حققوا مراكز وفي مسابقه الايسر، وكانوا محققين مراكز رائعه يعني. كان هنا في محافظه الغربيه على ما اعتقد او ما اتذكر. ما حدش بيسافر من الغربيه امريكا، اول حد بيسافر احنا مسابقه التصفيه الغربيه ده اهليه في 7 محافظات بنصفي. كان شاب وبنت وبس مش فاكره الحقيقه لان كان من فتره او يمكن بنصفي مكتبه اسكندريه فبيطلع اول اسكندريه. أيوة. تمام. لكن الحقيقه احنا لاول مره في حد بيسافر يمثل مصر في امريكا. احنا بقالنا سنين بنشارك في المسابقه، قعدنا فتره طويله عشان نبدا نعرف ازاي شروط المسابقه، لان المسابقه فيها سمة خاصة انها بتتكلم على البحث العلمي مش على الابتكار. مش عملت الفكرة، مش عملتها ونجحت. المهم لا عملتها ازاي؟ اختراع. لا انا ماشي بحث علمي كل حاجة مثبتة، خطوات صح، علم يفسر بالعلم. مش معمولة ان انا هي عملتها ونفعت اهي شغالة قدامك. لا اوكي ما يهمناش. منطق ودنا في حتة ثانية يعني. عشان كده بقول لحضرتك ان احنا انتشار الثقافة دي في حد ذاتها ده تارجت لوحده، ان احنا نتكلم مش عملتها ونفعت. مش هي شكلها مش شغالة قدامك. مش ما تسألنيش انا معايا مؤهلات ايه، اسألني انا قدمت ايه. لا لازم اعرف انت معاك مؤهلات ايه وفكرت ازاي واستخدمت طرق ايه في التفكير العلمي عشان فوز البنات عمل رد فعل كبير جدا في البنات. امبارح كنا عاملين معرض لصغار الباحثين الصغيرين، اتفاجئت حتى كانت اخت رنيم موجوده وبتقول انا هكمل زي رنيم. بدأنا نلاقي ان الاعداد كبيره جدا، بدأت الاطفال من ابتدائي يشاركوا، الاعداد يشاركوا، بدأت بافكار صغيره ومشاريع صغيره، لكن بدأوا يدرسوا مراحل البحث العلمي صح. فالفوز دوت عمل رد فعل. انا بقول لهم انا بشكركم لان هنبدأ لاول سنه السنه دي عشان يبقى في معرض مستقل محلي على مستوى دمياط للبحث العلمي. الولاد دول بيشتغلوا بيصرفوا على حسابهم، بيعملوا على حسابهم المشاريع. انا معظم اللي قابلتهم كان بدعم من الاهل، بدعم من اذا كنا احنا يا ريت ان احنا بقى يبقى لو مركز البحوث كل ولادنا اللي لهم تجربه ناجحه في هذا المجال نضمهم لمراكز البحوث. انا بشكركم ونلاقي رعاة. شكرا جزيلا، فرحانه بيكم جدا. يعني ربنا يدينا العمر واشوفكم قدام تبقوا يعني علماء ومحققين نجاحات، وانتوا اللي هتبنوا مصر. دي دايما انا بقولها للشباب اللي زيكم، وبجد فخورين بيكم، مش كلام علشان احنا قدام شاشه التلفزيون، لا فرحانه بيكم جدا ومبسوطه بيكم ونورتوني وبحضراتكم كعقول وك يعني تحركات على الارض. انا اقدم الشكر. شكرا جزيلا استاذ خالد، انا لقيت فيه نموذج رائع معلم مصري. ده حقيقي بجد اللي بيحب قوي قوي يعمله وبينتج وبيخلص وهو اللي متبني الافكار دي كلها. شكرا جزيلا لحضراتكم، بشكركم مشاهدينا، وحقيقي سعيده بيهم. بتمنى ان يسعدوا مصر كلها وكل الشباب المصري يبقى بهذا التفكير وبهذا الشكل، ولازم يبقى فيه دعم له زي الاساتذه اللي نورونا النهارده. كلنا نقف ورا الشباب المصري لان مصر هتتبني بيهم. بشكركم، بقابلكم الاسبوع القادم ان شاء الله. والى اللقاء.